فرجيني عزمك. انت فرجيني عزمك. والله بورجيك. لا بس عم شوف يعني شو عم تضربوا. صغير دول احسن. لا 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 صغير دول احسن. مين الشيخ؟ اوه 53 هنا. ترى واحد. ربحت. انتوا اثنيناتكم يا صغار. ربحت. يا جي شباب. انا اخوي مكسور عليك. انا اخوي مكسور كله هيك. انا اخوي بنزل كله. جينا نشوف. خالف عن ضوء. ايش في؟ ده ضرب خلصنا. ايه شو عم يصير معك؟ ما انا بدي اتكسر. سكرت الشارع الان عم تروح ترجع. بدي اضرب خلصني. فشكت اليوم فشكت. أربعة؟ ما تخاف الله أربعة؟ أجيب أكثر مني. فشكت ما تخاف الله أربعة؟ هجيت يا عمو. هجيت يا عمو. أربعة؟ يخرب بيتك أربعة؟ هلو شباب، رجعنا لكم مثل ما وعدناكم. حلقتنا اليوم رح نجاوب على اسئلتكم اللي سالتونا اياها. قبل ما نجاوب على السؤال الاول، انا قلت لكم بالفيديو الماضي اسالوني اسئله، انا ما قلت لكم خيروني خيارات، في فرق بين لو خيروك وبين لو سالوك. انا قلت لكم اسالوني سؤال. السؤال الاول من محمد علي، اذا انت بالمانيا كيف طلعت على المانيا؟ إيه لا عمي انا مالي بالمانيا، انا بتركيا. السؤال الثاني، دق التحيه قدامك مش خلجيه، شو قد عمرك ومن وين؟ عندك حبيبي ولا لا؟ محل الك ولا لا؟ بحبك مثل اخي، ان شاء الله تستمر. ضل شيء ثاني؟ شو قد عمرك؟ عمري 20 سنه. من وين؟ سوريا، عايش في تركيا. عندك حبيبي ولا لا؟ لا ما عندي بين اللي عندي والما عندي معلق. محل الك ولا لا؟ محل ابوي. بحبك مثل اخي، ان شاء الله تستمر. مستمرين. وبنجي على السؤال الثالث، جو ارماي، شو بتتمنى قدام ولا قدام؟ لو خيروك تطلع اوروبا تطلع او لا؟ شو اكثر موقف حزين صار بحياتك؟ شو اكثر موقف مو منيح صار معك؟ تركيا. اسئلتي كثيره، شو بتتمنى تعمل قدام؟ امنيتي لقدام اصير يوتيوبر باذن الله. والسؤال الثاني قلت لي انه اذا خيروني اطلع اوروبا او لا؟ لا ما مستحيل اطلع على اوروبا، لانه انا هون بيتي وهون اهلي وهون رزقي وهون مالي والحمد لله انا هون عايش. مستحيل اطلع على اوروبا. اكثر موقف حزين صار بحياتي لما طلعوا اصحابي على اوروبا، هذا كان اكثر موقف بشع بحياتي وكان كثير صعب علي. على كل خلص السؤال الثالث، نرجع لكم للسؤال الرابع. اذا حدا امن لك الطريق على المانيا، يعني تضمن انك توصل بامان، تروح ولا تعودت على تركيا؟ بالنسبه لاوروبا انا مستحيل اطلع عليها. نرجع على السؤال الخامس، يعطيكم الف عافيه شباب. وين انت مقيم محمد؟ انا مقيم بتركيا أضنة. السؤال السادس من حمزه، محمد شو ردة فعلك اذا تركيا عم يقتل سوري؟ طبعا بساعده وبوقفه، مستحيل اشوف شخص سوري تعدوا عليه اتراك. اقل شيء بدخل بالنص. نجي على السؤال السابع، ميرا ستارز، من امتى عندك هذا المحل الالبسه وبيجوا لعندك زباين اتراك؟ ولما بيصير اي شيء ارهابي او تفجير تركيا كيف تصير المعامله؟ من امتى عندي المحل؟ صار بدك تقولي سنه. السؤال الثاني، بيجوا لعندك زباين اتراك؟ طبعا في زباين اتراك، وانا في عندي صانع بيشتغل تركي هو بمشي زباين الاتراك. ليش انت وين ساكن؟ انا ساكن بتركيا. السؤال الثامن، بدك تعرفني عن حالك اكثر، شو بتحب وشو بتكره؟ شو بحب وشو بكره؟ بحب الرزق، طبعا انا بحب اهلي وبحب اصحابي كلهم، بحب احمد، ما بحب سيفو بحب احمد، بحب سيفو، وكل اصحابي بحبهم. السؤال التاسع، محمد ديمو، شي مره انحطيت بموقف محرج بتركيا؟ اذا صار معك احكي. انحطيت بموقف محرج اول ما نزلت فيديوهين او ثلاثه على اليوتيوب. كثير صاروا يحكوا علي وصاروا يطالعوا علي حكي، شو هذا اللي عم يعملوا، شو هالسخافات، شو هالكذا. كان كثير موقف بشع صعب علي، وكل شيء بعرفه وكل شيء من اصحابي كان يعني ينتقدني، وكان هو هالمسخره وشو هالولدن. كان يجيني تليفونات من اوروبا وتليفون شو هالمسخره وحزوف وشو
اكتئبت اول فتره، اكتئبت يعني حاولت اني اترك. في ناس شجعوني مثل اخوي احمد يلي هو اللي كان يمثل معي امبارح، بس انا اللي وقف معي كم واحد بس، احمد ابو عزام وسيف وهدول بس اللي وقفوا معي. السؤال العاشر، امل محمد. مرحبا محمد، انت قديش عمرك ومن وين انت بسوريا وانت كردي؟ ليش ما تعمل فيديوهات بالكردي؟ انا عمري 20 سنه. من وين انت بسوريا؟ انا من حلب الشيخ مقصود. وانت كردي، ليش ما تعمل فيديوهات كرديه؟ مشان ما يصير عنصري. انا عندي كردي عربي واحد، بالعكس انا لساني ياخذ العربي اكثر من كردي، وانا جنسيتي كرديه. يعني بدك تقول عني كردي معرب، عربي مكرد، يعني شلون بدكم حلوها؟ المهم انا ما عندي فرق بين كردي وعربي. بالكردي سرسري من، وبالعربي عراسي شباب. بنجي على السؤال اللي 11، بنتك حلب. محمد سؤالي لك، انت قديش عمرك؟ وهل انت مسلم؟ وانت بتحب؟ قديش عمري؟ قد عمري 20 سنه، برجع بعيدها للمره 20. انت مسلم؟ طبعا انا مسلم، بفتخر بالفخر اني مسلم. وكم اخت واخ عندك؟ نحن 3 ب3. وانت بتحب؟ بحب ايه؟ بحب امي وابوي. ولو سمحت تحكي الصراحه. حكيت صراحه وحبنك انا كمان. هذا التعليق اللي ارقني شوي، راح اجاوب عليه. اخ يا محمد، بكره بتوصل 100,000 مشترك وما بترد على تعليقاتنا. لا باذن الله راح اضل هيك، وراح ارد على تعليقاتكم اذا بصير 1,000,000 مشترك. واللي وقف معي نشر قناته وجاب لي مشتركين، وعد مني انه ما راح انساه. واول التعليقات راح احط تعليقاتهم بكل فيديو. بتمنى من الكل يضل عم يتابعنا ويدعمني ويجيب اصدقائه ويشتركوا بقناتنا. هذا بس طلبي منكم. سؤال 13، انت وين بتركيا؟ انا بأضنة، بس اهلي بعين تاب. بروح كل اسبوع من أضنة لعين تاب، من عين تاب لأضنة، اسبوع هون اسبوع هون. السؤال رقم 14، محمد ديمو، انتوا العيلة كم شخص؟ وانت اكبر شيء بالعيلة؟ بدي رد سريع. نحن 6 بالعيلة. اكبر شيء بالعيلة اخوي متجوز. ابو عزاب، انت بتقرب محمد ولا بس رفقة؟ يا محلى هيك رفقة عن جد حلوة. طبعا انا وابو عزاب اولاد عم، نترك بعض لحظة انا وياه وان شاء الله نتجوز مع بعض كمان. السؤال رقم 15، بس عندي سؤال، هذا المحل اللي بتصوروا فيه الكم؟ طبعا قلنا الحمد لله نشكر الله. صلوا على النبي، زيدوا صلاة على النبي، عطروا دمكم بالصلاة على النبي. برافو عليك. السؤال رقم 16، جنون الصمت. محمد ديمو، قديش عمرك وكم صار لكم بتركيا؟ برجع بعيد، انا صار لي 5 سنين بتركيا وعمري 20 سنه. وهيك بنكون خلصنا اسئلتكم، جاوب على الاسئله اللي شفناها، والباقي الاسئله كلها مكرره يعني نفس السؤال. وان شاء الله الفيديو القادم رح نرجع نعمل لو خيروك